السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في كل مكان يا أمامير يا عساسيل. أنا معاكم مستر عمرو عبد العليم مدرس الدراسات الاجتماعية. نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نكمل حل باقي المحافظات اللي بدأنا فيها في الفيديو اللي فات، وهنحل النهاردة محافظة الجيزة. هنبدأ النهاردة بأول سؤال عندنا، بيقول لي كده أولا الجغرافيا. بيقول لي كده أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب ما تدل عليه الأرقام التالية. رقم واحد بيقول لي كده دائرة عرض، ودي طبعا موجودة تحت خالص اهي، فهتبقى دائرة الاستواء. رقم اتنين بيقول لي كده أولى الدول العربية في إنتاج الحديد، ودي تاني واحدة اهي، فهتبقى دولة موريتانيا. رقم أربعة بيقول لي كده البحر، وده طبعا هيبقى البحر الأحمر. رقم 6 بيقول لي المحيط. طيب لو لقيته كده على ايد الشمال، الرقم موجود على ايد الشمال، هقول له كده ده المحيط الأطلنطي. طيب لو لقيت الرقم ده موجود على ايد اليمين، فهقول له طبعا ده هيبقى المحيط الهندي. السؤال الثاني بيقول لي كده اكتب ما تشير إليه العبارات التالية. رقم واحد بيقول لي محصول صيفي ويعد من أهم الألياف الطبيعية المستخدمة في صناعة المنسوجات. أدام قال لي طبعا منسوجات، فكده أنا هختار القطن. رقم اتنين بيقول لي كده سياحة بتقوم على زيارة مناطق العيون الكبريتية والرمال الساخنة. طبعا دي هتبقى السياحة العلاجية. السؤال التاني يا شباب بيقول لي كده أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. رقم واحد بيقول لي تعد نقط أولى الدول العربية في إنتاج الموالح، هتبقى طبعا دولة فلسطين. السؤال الثالث بقى بيقول لي كده بيدخل معدن نقط في صناعة السيارات، هيبقى طبعا معدن الحديد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي تعتبر نقط من العوامل الطبيعية لقيام الصناعة في الوطن العربي. طبعا هتبقى المادة الخام، لأن المادة الخام دي بتبقى من العوامل الطبيعية. تعالوا بقى نخش على التاريخ، وأول سؤال عندنا بيقول لي كده إلى من تنسب الأعمال التالية. رقم واحد بيقول لي بنى المسجد الأموي في دمشق. طبعا ده هيبقى الوليد ابن عبد الملك. رقم اتنين بيقول لي اهتم بالعلم والعلماء، وكمان شجع حركة الترجمة من الحضارات الأخرى. أدام قال لي شجع حركة الترجمة مع العلم والعلماء، هختار المأمون. طيب لو قال لي اهتم بالعلم والعلماء وسكت، هقول له مين؟ هقول له كده هارون الرشيد. السؤال الثالث بيقول لي كده بنى مدينة القاهرة لتكون مركزا للدولة الفاطمية في مصر. هقول له طبعا ده هيبقى جوهر الصقلي. رقم أربعة بيقول لي طرد الصليبيين من دمياط. ده طبعا هيبقى الملك الكامل. نخش بقى على السؤال الثاني، بيقول لي كده رقم ب دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية. رقم واحد بيقول لي تمتعت المرأة بمكانة عالية في المجتمع الإسلامي. هقول له كده لأنها كان لها حق التعليم والعمل وبعض الحقوق الاقتصادية والسياسية، وكمان إبداء الرأي. السؤال الرابع بقى يا شباب بيقول لي كده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد بيقول لي كده أمر الخليفة بتنقيط المصحف. ده طبعا هيبقى عبد الملك ابن مروان. رقم اتنين بيقول لي كده اتخذ أبو جعفر المنصور من مدينة نقط تكون عاصمة للدولة العباسية. هقول لك طبعا هتبقى مدينة بغداد، لأنه هو بناها بنفسه. رقم ثلاثة بيقول لي كده رقم أربعة بيقول لي كده مبدأ إسلامي بيقوم على استشارة أهل العلم والصلاح والتقوى. ده طبعا هيبقى مبدأ الشورى. رقم خمسة بيقول لي كده حكم الشعب لنفسه من خلال مجموعة مختارة من بين أفراده يشير إلى. ده طبعا بيشير إلى الديمقراطية. السؤال رقم ستة بيقول لي كده بتعطي نقط للفرد الحق في أن يعتنق ما يشاء من الأديان دون تدخل من أحد. دي طبعا بتبقى الحرية الدينية. السؤال بعد كده بيقول لي كده اذكر سببا واحدا لكل مما يأتي. إنشاء معاوية ابن أبي سفيان لديوان الخاتم، قول له كده لحفظ وختم مراسلات الخليفة. وكده نكون خلصنا أول محافظة معانا، وهنخش في المحافظة الثانية وهي محافظة الجيزة. أولا طبعا الجغرافيا. بيقول لي كده أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب ما تدل عليه الأرقام التالية. رقم واحد بيقول لي كده أكبر الدول العربية المنتجة للحبوب الغذائية. طبعا قال لي هنا شاور لي رقم واحد، طبعا هتبقى دولة مصر. والسؤال ده شباب بيكرر كتير جدا في الامتحان، فأتوقع إن هو هيجي لكم في الامتحان بتاعكم.
فركز فيه كويس جدا. السؤال التاني بيقول لي كده دولة منتجة للدواجن. هقول له طبعا هتبقى الدولة الكبيرة جدا دي هي دولة السعودية. رقم 4 بيقول لي كده دولة منتجة للفحم. مين هي؟ رقم 4 اهي، فهتبقى طبعا دولة المغرب. السؤال رقم ب بقى يا شباب بيقول لي كده بما تفسر. السؤال رقم ب بقى يا شباب بيقول لي كده بما تفسر. بتعاني الزراعة في الوطن العربي من عدة مشكلات. يبقى هنا عايزك تذكر المشكلات اللي موجودة في الوطن العربي. هقول له أول حاجة عدم استخدام كل الأراضي الصالحة للزراعة، وكمان قلة استخدام الأساليب الحديثة، وكمان هقول له كده التصحر، وأول واحدة عندي هقول له كده تذبذب الإنتاج الزراعي. ده كده من مشكلات الزراعة. السؤال التاني بقى يا شباب بيقول لي كده اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. أول حاجة لما يقول لك كده أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي هقول له الأرز. رقم 3 بيقول لي كده نوع من السياحة بيعمل على زيارة العيون الكبريتية والرمال الساخنة. طبعا دي هتبقى السياحة العلاجية، وده طبعا تاني سؤال يتكرر معانا في المحافظة دي. رقم 4 بيقول لي كده بتستكمل الدولة ما ينقصها من موارد وقوى بشرية من الدول الأخرى. طبعا ده هيبقى التكامل الاقتصادي. السؤال الأخير يا شباب رقم ب في الجغرافيا بيقول لي كده قارن. السؤال الأخير يا شباب في الجغرافيا بيقول لي كده قارن بين النحاس والفوسفات من حيث بقى إيه الأهمية وكمان أهم الدول. أول حاجة يا سيدي بالنسبة للنحاس هقول له كده لأنه يصنع منه أسلاك الكهرباء. طيب بالنسبة للفوسفات هقول له كده دبغ الجلود وكمان الطوب الحراري وكمان الأسمدة والمبيدات الحشرية. طيب مين هي أهم الدول المنتجة للنحاس؟ هقول له كده المغرب وكمان عمان وكمان الجزائر. طيب بالنسبة للفوسفات هقول له كده المغرب وكمان تونس وكمان الأردن. دي كده بتبقى من أهم الدول المنتجة للحاجات اللي موجودة عندنا اللي هو النحاس والفوسفات. طيب نخش بقى على التاريخ، وأول سؤال معانا بيقول لي كده إلى من تنسب الأعمال الآتية. والسؤال ده برضو يا شباب اتكرر معانا كتير جدا في الامتحانات اللي فاتت. بيقول لي كده أدخل نظام الوراثة في الحكم، وده طبعا هيبقى معاوية ابن أبي سفيان. السؤال التاني بيقول لي كده بنى المسجد الأموي بدمشق. ده طبعا هيبقى الوليد بن عبد الملك، ان العصر بتاعه كان بيتسمى كمان بالعصر الذهبي. رقم 3 بيقول لي فتح عمورية وبنى مدينة سمراء. ده هيبقى المعتصم. رقم 4 بيقول لي كده أحيا الخلافة العباسية في القاهرة، وده طبعا هيبقى الظاهر بيبرس. السؤال ب بقى بيقول لي كده ما النتائج المترتبة على. أول واحدة بيقول لي كده معركة حطين. ما النتائج المترتبة على معركة حطين؟ يعني لما احنا عملنا معركة اسمها معركة حطين، ايه هي النتائج اللي حصلت بعدها؟ هقول له كده أدت إلى انتصار صلاح الدين على الصليبيين، وكمان دخول بيت المقدس وقتل أرناط ملك بيت المقدس. طيب رقم 2 بيقول لي كده ما النتائج المترتبة على دخول المغول لمدينة بغداد. يعني لما المغول دخلوا مدينة بغداد ايه اللي حصل؟ هقول له كده ان سقطت الدولة العباسية، وكمان قتلوا اخر خليفة فيهم معتصم. يبقى ادى الى سقوط الدولة العباسية وكمان قتل الخليفة المستعصم. السؤال بقى التاني بيقول لي كده صوب ما تحته خط. رقم 1 بيقول لي كده أرسل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله قائد جوهر الصقلي لفتح مصر. هقول له كده لا مش المستنصر، ده المعز لدين الله الفاطمي. رقم 2 بيقول لي كده ضريبة الزكاة كانت بتؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض من معادن. هقول له لا مش الزكاة، هتبقى العشور. السؤال اللي بعد كده يا شباب بيقول لي كده كان للدينار البيزنطي يصنع من النحاس. هقول له لا طبعا لانه كان بيصنع من الذهب. السؤال بقى اللي بعد كده بيقول لي كده الحرية الفكرية بتعطي للفرد الحق في التصرف في ماله واملاكه. هشيل كلمة الفكرية وهكتب المدنية. وبكده نكون خلصنا اول محافظتين عندنا حل
اتأكد من الحل بتاعك وادخل وحل المحافظة لوحدك، وبعد كده هتفتح الفيديو وتشوف هل انت بتحل غلط ولا صح. انتظروني في فيديوهات تانية بإذن الله. ما تنساش تدعمني وتعمل اشتراك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات، وتعمل لايك وشير للفيديو ده عشان ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي.